ايوه بيه. الحساب 36 ازازه بجنيه، يعني 36 جنيه. بقول لك ايه، انت لو حاسس انك عطشان وفي عز الحر تعالى هات حاجه ساقعه كده تروي عطشك جدا. ايه ده، هو الكلام ده صح؟ هو انا ممكن لما اشرب مشروبات غازيه ممكن حرفيا تروي عطش واكون كده عوضت جسمي عن الجفاف اللي حصل؟ انت لو شربت ازازتين او 3 او شربت مليون ازازه عمرك ما هتعوض جسمك عن الميه. يعني لو عطشان على طول اشرب ميه، ما تلجاش ابدا للحاجه الساقعه. يا راجل. تعالى بقى اقول لك ليه مش صح اننا نشرب حاجه ساقعه واحنا عطشانين. ازازه البيبسي او الكولا فيها حوالي بما يعادل 9 معالق سكر، فتخيل كده انك بعد ما تشرب ازازه الحاجه ساقعه انت محتاج كم ميه قد ايه عشان تمتص كم السكر اللي موجود في ازازه الحاجه الساقعه. كمان انت عارف انك بعد ما تشرب الحاجه الساقعه دي جسمك هيبقى اصلا في حاله جفاف، وده لان الحاجه الساقعه بيبقى فيها نسبه كافيين عاليه هتخليك عايز تعمل حمام بسرعه. عايز اختم كلامي بس واقول ان عدو الجسم الحاجه الساقعه، ويا ريت نبعدها تماما عن الاطفال. وكمان دايما خلي ازازه الميه معاك في اي حته عشان ما تضطرش تجري على الحاجه الساقعه. وبكده خلصنا الكلام، ويلا بينا سلام.